وللوقوف على مدى قدرة الحارس صلاح الدين شهاب لإبعاد الخطر في مباراة لحد الساعة. كل طرف لازال متشبث بإمكانية تحقيق لنتيجة إيجابية. كرة ثابتة لصالح فريق الرجاء الرياضي في الخط الأمامي، المشوار مستمر. ضربة خطأ، كرة ثابتة، حكم عطى الإشارة تنفيذ. آدم الفاتي كرفع الكرة داخل منطقة الجزاء الرأسية. هدف لصالح فريق الرجاء الرياضي، وهو هدف التعديل. بالتالي هدف داخل كل مرمى، هدف لصالح فريق الرجاء الرياضي. بوشعيب العراسي كيتمكن من الوصول للمرمى في الوقت المناسب وكيوضع الكرة بهذا الشكل وبهذه الطريقة. ولاحظوا هنا التموضع ديالو بشكل ممتاز، تمريرة داخل منطقة الجزاء ورأسية تأتي لتكون بهدف التعادل. هدف داخل كل مرمى. الرجاء الرياضي يعود في المباراة، الرجاء الرياضي يعود في المباراة تمريرة بالمقاس من آدم الفاتي. 1-1 النتيجة المسجلة.